السلام عليكم المتابعين. بغيت ندير هذا الفيديو هذا ونتكلم على واحد العشبه اللي كتعالج نهائيا تليف الكبد وتشمع الكبد وجميع امراض الكبد والتهاب الكبد باتيت سي وباتيت بي. هذه العشبه هذه معجزه ربانيه خارقه كتعطي النتيجه مباشره. الحمد لله جربناها مع الناس اللي هما امراضين في المحل التجاري وعطات النتيجه ديال الاكل ديالها في وقت قصير ما شاء الله اللهم بارك. وهاد الاعشاب كلها كتبقى غير سبب والشافي هو الله سبحانه وتعالى. وكنتمنى الفيديو ديالي متواضع والصوت ديالي توصله لاي شخص واي سيده مريضه بتشمع الكبد والطبيب قال لها لازم تزرع كبد جديد. الناس مستعدين يخلصوا الملايين من اجل زراعه كبد جديد وفي بعض الاحيان بدون نتيجه، ولا كيديروا عمليات في اوروبا باثمنه خياليه وبدون نتيجه، والادويه الثمن ديالهم ثمن خيالي بدون نتيجه. في هذا الفيديو هذا غنقول لكم سميدات العشبه والطريقه ديالها وسهله وبسيطه جدا ان شاء الله تعالى. وكنتمنى الناس اللي هما مرضين وجربوا جميع الادويه بثمن خيالي بدون نتيجه، كنتمنى ان شاء الله تعالى يوصلهم الصوت ديالي. حنا ملي كنتكلموا حنا اهل الاختصاص، حنا اختصاصيين في الاعشاب. قبل ما نقول لكم سميدات العشبه نتكلموا على السبب الرئيسي في تليف الكبد. السبب الرئيسي هو المسكنات الكيماويه، الادويه الكيماويه اللي كياخذوهم الناس بجرعات كثيره والمده طويله، زائد المشروبات الغازيه. هادو من ضمن الاسباب. وملي كتمشي عند الطبيب وكتخلص تشخيص ما كيقولكش السبب ديال مرض تليف الكبد او تشمع الكبد. حنا فقط اللي كيهمنا هو الرحمه الوالدين. ومن هذا المنبر المتواضع كنتحدى اي واحد على وجه الارض جرب هذه العشبه وما عطاتوش نتيجه مباشره في تليف الكبد. العشبه سميتها المورينغا، مورينغا بلديه ديال الصحراء، جوده عاليه. كناخذوها وراخ وكنطحنوا على يدينا، ونقول لكم في هذا الفيديو طريقه الاستعمال ديالها ان شاء الله تعالى. علاش؟ لان عشبه المورينغا اللهم بارك كياخذها شخص عادي كتضعفوا. علاش كتضعفوا؟ لانها كتنقي الجسم من الداخل، كدير دور الكبده. اول حاجه تتنقي الكبده، كتنقي البنكرياس، كتنقي الدم، كتزول كوليسترول الدار، كتصفي الذات، يعني كتقوم مقاومه الانسولين، يعني كتنقي الجسم، كتزول السكر المتراكم اللهم بارك. كدير هذاك الشيء اللي كديروا الكبده اللي هي مريضه في وقت اللي هي الكبده كترتاح، ومن بعد كتولي كتشتغل بطريقه تدريجيه بطريقه طبيعيه. سبحان الله العظيم. وتعرفوا واحد المعلومه خطيره انا نقول لكم، ان الكبده سبحان الله العظيم واخا كتليف هي بحال الاظافر ولا الشعر، كتولي كتخلق راسها من جديد. الحمد لله اللهم بارك. سمعوني مزيان الله يجازيكم بخير. غتاخذوا اوراق المورينغا بلديه. اوراق المورينغا كيكونوا كبارين، الورق ديالهم خضر. غتاخذوا عند اي عشاب، خذ واحد 4 كيلو د المورينغا، واخا غاليه خذها، ما غتكونش غاليه بحال التحاليل بحال الادويه الكيماويه. السعر ديالها واحد 100 درهم، واحد 4 كيلو. طحن على يديك طحن جيدا، تتغربلها، كتصفيها. كناخذوا معلقه صغيره في كوب كبير من الماء المغلى، ندخلوه على ما تطلق واحد 5 دقائق، نصفيوها ونشربوها. 4 ساعات قبل الفطور، 4 ساعات قبل الغداء، 4 ساعات قبل العشاء. مده شهر كتعطي نتائج مبهره. فوق داك الشهر ديال الاستعمال غتقطع نهائيا الخبز ومشتقاته، الحليب ومشتقاته، والسكر ومشتقاته، وغادي تشوف واحد النتائج قويه جدا. وكثر من الخضر الفواكه واكل الصحي. انا عطيتك هذه المعلومه هذه بالمجان في سبيل الله، وكنتمنى منكم الرحمه للوالدين. استعملها مده شهر او بعثها لاي واحد مريض بتليف الكبد التهاب الكبد، وكنتحمل المسؤوليه ديال النتيجه باذن الله تعالى. وانا ما بغيت منكم غير الرحمه للوالدين. والناس اللي مازال ما اشتركيش في القناه ديالي ديال الانستغرام عبد الهادي عشاب يشتركوا فيها باش يوصلكم دائما الجديد. والله يشافي الجميع.